فيلم اتشال من الجالية اليهودية بعد نزوله في أمريكا، ونفس الفيلم ده الإذاعة الإسرائيلية نشرت أسماء ممثلينه عندها في الأخبار، وهو فيلم ولاد العم بطولة كريم عبد العزيز ومنى زكي وشريف منير، وإخراج طبعا شريف عرفة اللي لعب مع الكبار وعمل فيلم اللي هو أنا بالنسبة لي الفيلم الأول في السينما المصرية هو فيلم الإرهاب والكباب. لو أنت مش عارفني أنا سعد وده المفتش الفني. بيبدأ الفيلم بأستاذة منى زكي وهي بتصلي وشريف منير واقف في البلكونة وبنتهم بترسم صورة جميلة لأسرتهم وعليها من فوق كده علم مصر زي أي أسرة مصرية عادي، وبعدين يقول لهم ما تيجوا افسحكم يا أولاد، وينزلوا يخرجوا ويحصل المشهد الشهير اللي هو إيه؟ أنا اسمي الحقيقي دانيال، ويخطفهم ويروحوا على إسرائيل. أنا بشتغل ضابط في المخابرات الإسرائيلية واسمي الحقيقي دانيال. ونكتشف ساعتها إن شريف منير ما اسموش عزت وهو اسمه دانيال حرفيا، وهو ضابط مخابرات اسرائيليه كان مزروع في مصر. وبيقول المؤلف عمرو سمير ان المشهد ده هو عمله حرفيا، هو عمل مع مراته كانوا في مركب في بورسعيد وحب يهزر معاه قال لها ان هو ضابط مخابرات اسرائيلي، فلا مراته اتخضت، فاول لما رجع كلم شريف عرفه قال له على الفكره، ومن ساعتها بداوا يحضروا الفيلم. وطبعا موضوع الفيلم بيتكلم عن الصراع العربي والجدار العازل، وان احنا نعترف بدوله اسرائيل وانها تبعت ضابط مخابرات من عندها تزرعه في مصر ويتجوز ويخلف ويبني اسره مصريه، وفي الاخر يكتشفوا ان هو ضابط اسرائيلي. وفكره ان احنا نتعامل مع اسرائيل كدوله ودخول عزت لمصر، ويعتبر على فكره وهنا كان مخترق مصر ان هو ينزل ضابط موساد اسرائيلي ينزل يعيش في مصر ويبني اسره، والمخابرات المصريه ده كله ما كانتش عارفه عنه، فكده اختراق مصري. ولما يجي قرار ان ينهي مهمته بيخطف مراته وعياله ويسافروا لاسرائيل، وبعد كده لما يوصلوا اسرائيل وبنتها تصحيها منى زكي تحاول تهرب بالعيال وتنزل تقابل راجل فلسطيني في الشارع، وهو ما عرفش يساعدها لان عزت ظهر وراها اللي هو دانيال فخاف منه ومشي، ولكن الراجل عمل خير وراح بلغ المخابرات المصريه، وساعتها المخابرات المصريه كلفت كريم عبد العزيز بانه يتحرك في المهمه. وبالمناسبه الفيلم ده وقف 3 شهور لاسباب سياسيه ومخابراتيه، المخابرات ساعتها خافت ان الفيلم يعمل ازمه دبلوماسيه فقررت توقف الفيلم 3 شهور ما بين تحضيرات وموافقات استخباراتيه وده كله. واول لما الفيلم ينزل اخواتنا يتقمصوا، الفيلم اتعرض في مصر وما عرفوش يعملوا حاجه. اول لما الفيلم اتعرض في امريكا الجاليه اليهوديه شالته بعد الفيلم ما نزل على طول، وعمدة نيويورك بعت فريق عشان يقيم الفيلم، وده مش كلامي ده كلام احد ابطال الفيلم. عرضنا الفيلم في نيويورك يا استاذ وعينك ما تشوف الا النور. حصل حاله من الجنون في نيويورك وفوجئنا بعمدة نيويورك نفسه باعت لجنه بيتفرجوا على هذا الفيلم المعادي للساميه، والفيلم اتشال من السينمات. وطبعا نحب نشكر كندا علوش على الدور اللي عملته بدور المقاومه، وده دور كل فلسطيني وفلسطينيه وهو المقاومه. وطبعا شفنا في طريق كريم عبد العزيز من مصر لاسرائيل شفنا حاجات كتير زي الصهاينه العرب وبناء الجدار العازل وضرب الفلسطينيين بالطيران، مدنيين ماشيين في حالهم واتضربوا بالطيران، وده بنشوفه في سنه 24 بعد كام سنه من الفيلم هو. وحصل مشهد كده انا كنت بستغربه وانا صغير، ولما كبرت فهمت ان الراجل كان عنده حق. قاعدين في العربيه كريم عبد العزيز واحد العمال الفلسطينيين فشدوا مع بعض، فالعالم الفلسطيني بيقول له مش كفايه ان مصر بعت القضيه كمان جايين في اكل عيشنا، وكريم عبد العزيز رد عليه يقول له هو انت يعني اللي بتعمل عمل بطولي ولا مقاومه؟ ما ده انت رايح تبني الجدار العازل مع الاسرائيليين. بس انت وامثالك بتغصبونا واجرتنا، مصر ما كفاهاش بعد القضيه كلياتها، بدها تبعت لنا نور واوباش يشاركونا باكلنا وشغلنا. وهنا وقفت كده شويه، زمان كنت بتضايق اللي هو انتوا ازاي تحطوا مشهد زي ده في الفيلم. لما كبرت عرفت ان الراجل ما كانش قصده الشعب المصري، الراجل كان قصده الحكومات المصريه اللي عملت معاهده سلام وعملت حاجات كتير، ولحد دلوقتي لسه التخاذل العربي بنشوفه كل يوم على مدار سنه من الاباده على غزه. وبعدين اول لما كريم عبد العزيز وصل شاف جندي اسرائيلي بيضرب ست كبيره، فالنخوه العربيه ظهرت فيه وكان رايح يضربه، فالراجل ابو زياد اللي هو جايبه ومشغله عشان يهربه لاسرائيل قال له اهدى ما ندخلناش في مشاكل اكبر مننا. وبعدين بنشوف كريم عبد العزيز وصل اسرائيل واشتغل في صيدليه عشان يبقى قريب من بيت منى زكي عشان يقدر يرجعها عيالها مصر، وفي نفس الوقت كنا بنشوف شريف منير بيحاول يغسل مخ عيالها ومخها نفسها، لدرجه ان جاب ضابط من الموساد قدم لها مصحف هديه عشان يبين لها قد ايه بينا ود واحترام ولكم دينكم ولي دين. وبرده مع التاقلم وغسل المخ شفنا مشهد غريب ان البنت بترسم اسرتها وفوق بدل علم مصر اللي هي رسمته في اول فيلم علم اسرائيل، فده كان بيقول لك اللي هم بيعملوا بقدر ما وسعهم عشان يبينوا للناس اللي احنا امه واحنا شعب، والبنت رسمت الاول علم مصر ودلوقتي رسمت علم ابوها علم اسرائيل واحنا مفيش بينا اي حروب ولا نزاعات. ويجي المشهد بقى اللي بجد قلبهم ان ضابط مخابرات مصر يدخل الموساد الاسرائيلي بخيانه اسرائيليه بكام دولار، وده يبين لك ان دول مش شعب، دول متجمعين من العالم عشان يبنوا دوله وهي مش حقهم، فتلاقي ان ما عندهمش انتماء للوطن. انما انت تيجي تقول لضابط اسرائيلي عايز يدخل المخابرات المصريه وهيجي يرشي جندي مصري غلبان طالع من ارض البلد جده مات شهيد في 73 وتيجي تديله كام دولار ويدخلك بالسهل؟ فده كان المخرج الصراحه عملها حلوه،
بيبين لك ان دول مالهمش وطن ولا ليهم مله ولا دين. وده بنشوفه في النهارده في 2024 من الاف المجندين والمجندات الاسرائيليين اللي خايفين يدخلوا الحرب. وبعدين ينجح بقى كريم عبد العزيز انه ياخد منى زكي وعيالها وينزلوا على مصر، ويجي المشهد الشهير اللي هو بيقول ايه احنا هنرجع بس مش دلوقتي. ده التعاود ولا ايه؟ هنرجع بس مش دلوقتي. ودي كلمة على فكرة عندنا كلنا كعرب وبالذات الفلسطيني، ان هيجي يوم وهنرجع بلدنا وهنقدر انا كسعد اركب قطر او يا عم هركب طياره وانزل اروح ازور القدس، ومحدش هيقول لي انت رايح فين ولا جاي منين، ان دي ارض اسرائيليه. لا، دي ارض فلسطينيه، وان شاء الله هنعود وهنرجع بلدنا، وكل فلسطيني هيرجع بيته معزز مكرم. والصراحه نفسي مصر ترجع زي الاول، تصور اللي هي عايزاه وتعمل الفيلم اللي هي عايزاه من غير اي مراجعات سياسيه او تخاف على مشاعر ناس خاينين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعلق وتقول لي رايك، هل المصريين والعرب باعوا القضيه ولا هيطلع بطل كده من نص النفق يقول لك انا رايح احرر فلسطين؟ وعلى فكره ده لو حصل هتلاقي العرب كلهم في ظهرك. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتقول لي رايك في الكومنتات. انا سعد وده برنامج المفتش الفني.